5 شباب خليجيين وصلوا للعالمية. فاروق سعد الزومان مغامر سعودي، وأول خليجي يصعد قمة جبل إيفرست أعلى جبل في العالم. غاية الحبابي بنت إماراتية وأصغر سفيرة لليونيسف في كوب 28. يلقبونها الفتاة الخضراء من عمرها 6 سنوات، تحب البيئة وتحافظ عليها، وصارت سفيرة عشان تقود البيئة للأفضل. محمد الفلاسي صاحب كوفي سادل، بدأ بعربة صغيرة واشتهر بشكل كبير لدرجة أنه فتح فروع في لندن وفرنسا. الشاب العماني ماهر الحبسي أسس أول مصنع يشتغل بالطاقة الشمسية، يعيد تدوير مخلفات الزيوت ويحولها لبترول عشان يستفيد من الموارد المتوفرة اللي ما حد يستخدمها. غانم المفتاح مصاب باضطراب خلقي، لكن هالشيء ما منعه من أن يكون من مؤثرين مواقع التواصل الاجتماعي، وافتتح كأس العالم لكرة القدم في قطر سنة 2022. النجاحات هذه تدل على ذكاء واجتهاد شبابنا، ولا تنسى تمنشن حتى تفتخر في إنجازاته في التعليقات، لأن هايل